اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الاطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحرات. احلى مسحرات. تحدي اليوم حنعمل مكرونه بشاميل. طبعا البشاميل عاده بيعملوه مكرونه ودجاج مع صلصه البشاميل، بس انا صراحه ابتكار من عندي ضفت الخضار عشان اولادي بناتي ما يحبوا الخضار، فصرت اضيف الخضار في المكرونات والاشياء. مكرونه بنيه اكيد، خلاص تعودنا مكرونه بنيه ورز بني. عندي حليب قليل الدسم، حستخدم حليب قليل الدسم لانه ححط موتزاريلا فيها، ففيها دسم، فما نبغى دسم ودسم حنصير دسمين يعني. فعندي موتزاريلا وتشيدر، جبنه تشيدر كلها تكون مبروشه، دقيق، بصل، اوريجانو عباره عن زي الزعتر الايطالي. ححط فيها تحب الشطه الحاره؟ شطه حاره. زبده زي ما قلت، حضيف بروكلي وحضيف كمان فلفل رومي، وعندي الدجاج مقطع. طبعا اللي عندي المقلايه هنا عارف انها حاره لانه صارت حمراء النقطه اللي في النص، عرفنا انها صارت حاره. شو اسم الاكله؟ بشاميل، باستا بشاميل بالخضار. وهيدي قلت لي بريكولي؟ بروكلي. بروكلي؟ بروكلي. ما هي ارنبيط؟ لا، ارنبيط ابيض. وكل عمرنا ما نحن وصغار بنعرف انه هيدي اسمها ارنبيط. كذبوا عليك. حنضيف البصل. ايامنا ما كان في منهم هدول الاكلات. ايه ما في الاكلات هيدا ابدا. معنا امبارح اخذت اكل من عندك، اكلون الاولاد ومرتي. يا بيي شو انبسطوا فيهم. انبسطوا؟ طب حلو. ايه بس خالد انا مرتي. ليه ما بتعرف تطبخي مثل الشيف؟ شو قلت مرتك انت طبختها ولا انا؟ ما تحشرني كثير بالسؤال. حضيف حقطع الفلفل الرومي. وممكن نضيف اي نوع من الخضار، ممكن جزر او غير البروكلي، الارنبيط اللي انت تقول عليه. اي شيء تحبوه. ارنبيط. ارنبيط خلاص نسميه ارنبيط. اوكي خلاص ارنبيط اخضر. بس انا بعرف الارنبيط ابيض. هيدا حاطط له تلوينه. وانا قلت لك بروكلي، حاط له شو؟ بدك تضرنا؟ حاطط له تلوينه؟ لا، كزبره. ملونه؟ ما بتعرف البروكلي؟ شو بعرفني، انا بعرف الارنبيط. وهي الاكله شغل وين؟ ايطاليا برضو. ايطاليانيه كمان. ها؟ ايطاليه. من عند باولو روسي. يوم الفوتبول تعملها. حنضيف البروكلي، وحوري كمان التحدي، انه التحدي اليوم انه حستخدم نفس المقلايه. عاده لازم نستخدم مقلايتين عشان نعمل البشاميل، صوص البشاميل يعملوه في مقلايه وبعدين يعملوا الدجاج في مقلايه ثانيه. حوريك كيف ممكن نعملها في مقلايه واحده. بحس هالمقلايه لها عده استعمالات كثير، اي شيء فيك تعملها في المقلايه. يعني اذا تاخرت انا على البيت مثلا ما فيك تجيب فيها. حنضيف شويه ملح. وبدها وقت كثير لتخلص؟ لا، تقريبا هنا 5 دقائق، وبعدين الصوص البشاميل ما ياخذ وقت كثير، دقيقتين 3. صوص البشاميل مكون من الدقيق والزبده نفس الكميه، مثلا 100 جرام دقيق تكون 100 جرام زبده. حوريك كيف نعملها دحين. واذا حطينا دقيق كثير شو بيصير؟ ما بتزبط، بتنتزع. نزعتها. حضيف الفلفل الحار. ايه كتر حرف، بدي ذوقهم لمرتي لأن كده خلاص. حنرجعها في المقلايه، ححطها دي على جنب. بتعرف شغله اكتشفت انه ستي كانت تعملها. هذه كمان؟ ايه كيف تعملها كانت؟ ايه بس كانت تعملها مع الارنبيط.
مع الأوربنيت، مع الأرنبيط. ايه مع الأرنبيط. أنا بعملها مع البروكلي. مقلاية حارة حنحط فيها الزبدة. نضيف الزبدة، بعدين نضيف الدقيق زي ما قلت لك تكون نفس الكمية، إذا 100 جرام زبدة 100 جرام دقيق. وبنخلطهم. خلاص صرت طباخ. نخلطهم مضبوط. وزي ما قلت نتأكد انه نستخدم حليب قليل الدسم لانه في جبنة في الطبخة، فما نبغى نكون دسمين كثير يعني. هذا اللي حيتقل، هذا اساس البشاميل، بنعمل بالدقيق والزبده، هذا اللي يتقل الحليب عشان يخليه يكون صوص ثقيل. اقول لك مشان هيك انا مرتي ناصحه. ما فيني اجاوب. كل شيء بتاكله بدسم. طب قلل من الدسم. لازم نجيب قليل الدسم. قليل الدسم. نتاكد بس انه نطبخها تقريبا لمده دقيقتين لما الدقيق يكون انطبخ، لانه اكيد اذا الدقيق ما انطبخ حيدي طعمه مو طيبه، وممكن يحط في الحليب نفسه يصير فيه حبيبات دقيق يعني، فنتاكد انه نطبخها ما نستعجل. الطبخه كلها ما حتاخذ زي ما قلنا 10 دقائق تقريبا. نجيب الحليب واشتد ثم ارتد. ايه اوه ونخلطه. شفت كيف شد على طول؟ انت اشطر من مرتي بالطبخ. واذا شفناه انه شد كثير نجيب حليب كمان على حسب الكثافه اللي انتم تحبوها، بس لازم يكون يعني مشدود شويه. ايه والمعكرونه امتى بنحطها شيف؟ المكرونه اصبر عليها شويه، بس الصوص اتقل شويه حنحط المكرونه وحنحط باقي المكونات اللي طبخناها، الخضار والدجاج. بس لازم نستنى هذه بس تشد شويه. وحاطين ارنبيط. حاطين ارنبيط اخضر، بروكلي تعلمها. ارنبيط بروكلي. الحين حنضيف الخضار والدجاج، حخلي لك شويه عشان تاخذها البيت معك. هذه لك. اوه حضيف المكرونه دحين. اجا البطل. ممكن هذه يكفي 4 اشخاص او 8 اولادك ال8 كلهم. نطفي الحراره. نجيب الصحن. بعد ما نكون خلطناها كلها مع بعض حناخذ الكميه اللي نبغاها. طبعا زي ما انت شايف الوان يعني تفتح الشهيه اكيد. مظبوط. وخاصه الارنبيط الاخضر. مصمم ارنبيط انت. نضيف شويه كمان. واخر شيء حنضيف الجبنه. ممكن نضيف الجبنه كمان في الصلصه اذا حبيتوا، ما تفرق، بس هتدي كمان لون مختلف شويه على الصحن. الوان زياده يعني الوان قوس قزح. حنجيب شويه من الاوريجانو حنرشها عليها. وزي ما شفنا تحدي اليوم كان بشاميل عملناها في مقلايه واحده، الدجاج وصلصه البشاميل كمان عملناها في مقلايه واحده. انت اكيد حتجربها. انتوا جربوها راح تعجبكم، وشوفونا في حلقه جايه من الرجل ومقلاة تيفال. شباب يا اهالي المدينه الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا اهالي المدينه الكرام،